وميدان ام كلثوم يا جماعه بيعتبر من اهم الميادين والمناطق اللي بتتميز بها مدينه المنصوره الجميله عروس النيل زي ما احنا شايفين. وهو موجود مباشره في مدخل شارع قناه السويس، وبالتحديد قدام مبنى محافظه الدقهليه زي ما احنا شايفين مبنى المحافظه هناك اهو. وكان معروف قبل ما يطلق عليه ميدان ام كلثوم كان معروف باسم ميدان المحافظه، لكن قبل كده وفي نهايه خمسينيات القرن العشرين كان معروف باسم ميدان البحر الصغير، وده لان كان في ترعه في المنطقه اللي هنا دي اسمها ترعه المنصوريه. دي شقها ولي مصر محمد علي باشا علشان تغذي ترعه البحر الصغير بالميه في نفس المكان اللي موجود فيه مبنى محافظه الدقهليه ده وتمثال ام كلثوم اللي احنا متواجدين فيه حاليا ده. والمنطقه دي يا جماعه، المنطقه اللي ورانا دي كانت كلها خارج حدود المنصوره، وكانت بتتبع قريه اسمها قريه كفر البضماس. والترعه دي يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عليها كانت بتمتد من هنا من مدينه المنصوره زي ما احنا شايفين. كان المنبع بتاعها ورايا كده او المصب بتاعها ورايا عند نهر النيل مباشره، وكانت بتمتد من هنا لحد على طول الطريق اللي قدامنا ده. طبعا الجامع ده ما كانش موجود. بتمتد لحد مدينه صندوق، دي طبعا اقرب المدن اللي موجوده لمدينه الدقهليه او لمدينه المنصوره اسف. وكان على يمين الترعه الشارع اللي قدامنا ده كان اسمه شارع الملك او الامير فاروق الاول، ده بيمتد لحد الاستاد ومدينه صندوق. والجنب التاني اللي هو على شمال الترعه اللي هو الشارع اللي قدامنا ده اللي كان بيودي للمحافظه كان اسمه شارع سعد زغلول، وهو لسه بيحمل نفس الاسم لحد النهارده. وكان الاول موجود هنا مكان تمثال ام كلثوم بالظبط في المنطقه اللي احنا فيها دي. كان موجود هنا كوبري متحرك لونه اخضر، ده كان فوق ترعه المنصوريه، وكان بيتم فتحه علشان المراكب تعدي من عليه، وبعد ما المراكب تعدي كان بيتقفل تاني، وكان هو وسيله النقل نقل المواطنين بين مدينه المنصوره هنا والمنطقه اللي هناك دي منطقه جديله ومنطقه كفر البضماس ومنطقه توريل، المنطقه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. لان المناطق ديت كانت قبل كده خارج حدود مدينه المنصوره، لكن بعد كده طبعا وفي المستقبل انضمت وبقت من حدود مدينه المنصوره زي ما احنا شايفين مع بعض. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه ده تمثال ام كلثوم. طبعا ميدان ام كلثوم تم تطويره وافتتاحه في عهد طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي اللوحه بتاعت التطوير بتاعته كانت في عهد محافظ الدقهليه الدكتور كمال جاد شاروبين، والكلام ده كان في 6 اكتوبر سنه 2019 ميلاديه.